شلون أروح لأوروبا بأي طريقة يا ربي؟ خلني أشغل عقلي وأبحث. أنا أفكر. أعتقد لقيت الحل. السلام عليكم حبو، شلونك؟ شخبارك؟ أنت بألمانيا؟ بلان دولة؟ أنت بلندن؟ بالسويد؟ حبي أنا أريد أجي، وشلون الطريقة وشنو التفاصيل، شنو الهجرة، إيش قد الراتب، إيش قد يعطونا قامة. أوروبا حلوة، شنو رأيك بأوروبا؟ يا ولد، شنو رأيك بأوروبا يعني؟ الجمال، الطبيعة. اوكي، عرفت وفهمت وبحثت وانا لازم اطلع تهريب. اخ ان شاء الله خير. لازم اطلع اني من العراق لان تعبت. خلنا اراسل اقاربي، خلنا اراسل اصدقائي. هسه انا جاي ادخل بالجروبات بالتليجرام، جاي ابحث حتى باليوتيوب، كتبت يعني اللجوء شلون. فالمهم هسه هاي شلون اطلع بقى حظي من اريد اصور بالحيطان. هسه ذكروا الحائط من محمد يريد يصور. اصدقائي راح اطلع لاوروبا، يا اهلي راح اطلع لاوروبا. ترى بديت تصوير يا جيراني، خرب حظ. السلام عليكم. اليوم راح نحكي الهجرة من العراق لاوروبا بأدق التفاصيل. خليكم ويا القصة من بداية للنهاية، وان شاء الله تستفادون من عندها، وانا هميني اراجع ذكرياتي وياكم. منطقتنا راح انا هاجر، راح اطلع لاوروبا، ما خليت واحد ما قلت لي. حلو حلو. فالمهم رحت لاهلي، السلام عليكم اريد حاب اطلع لاوروبا هاي، فاحترضوا علي اكيد، لان قالوا الهجره غير شرعيه يعني خطره، ويا سامح الله جوز تموت. المهم انا قنعتهم شباب وسافرت للعراق لتركيا. ظليت بتركيا شهرين ونص. اول شيء رحت لاسطنبول، بعد من اسطنبول السكارية. عندهم من السكارية ظليت شهرين ونص. انه خططت اريد اطلع لاوروبا، لان قلت تركيا ما تفيد، يعني تاخذ من عندك ما تعطيك، وما بيها حق اللجوء، يعني تركيا ما السياحه، مو مال واحد يستقر بيها. المهم خذيت شويلاتي ورحت لاسطنبول. اتعرفت لي على مجموعه من الشباب عراقيين، شباب انا اريد اطلع، شنو رايكم؟ انا هم اريد اطلع. اوكي اوكي. اجرنا هوم او بالانجليزي اجرنا يعني بيت، قعدنا استقرينا البيت، ضبطنا الوضع. تعرفنا مهرب فيطي حشاكم شباب. المهرب هذا يقول لك انا بالمانيا وبالسجن واطلع عالم تركيا لاوروبا، شلون هاي ما ادري. المهم انا وافقت. قد مبلغ 200 و500 يورو. حافظ جنطتي هالكبر هاي شباب، يجوز اخليكم الصوره هنا. يا هاي الجنطه طبعا غدرت بي، جايب الكنتور كله، حتى السحوره ما اخذهن. ابشركم الالعاب السحريه ما اخذهن. قلت بعد انا قلت رايح شباب. المهم ابو حميد طق الجنطه، جاي نمشي وتاكسي ومثل المهرب حطانا نقطه تحميل، قالوا انتظرونا بهذا المكان. المهم طقينا الجنطه، اجرنا تاكسي. طبعا احنا بدايه الرعب قلبنا، احنا قلنا يلا لو بالهدف لو بالنجف. المهم وصلنا لنقطه التحميل، قعدنا بارك بحديقه، انتظرنا بورده. بشهر الثاني، يوم اعتقد 11، انتظرنا بورده وجواهر شباب. تم اوكي اوكي يلا وراك. كله موفيات وعصابات تخطيطات وكذا. المهم جاي نمشي، ملبدين السيارة وين؟ بالظلمة. المهم فتحوا الباب، سبرايز ما فكر، كل مصريين الافغان، الام المحترقة واحد فوق الثاني، وانا ايش قاعد المهم قلت يلا نتحمس شو نسوي. مشت السيارة، اول ما طبقت على الاستراحة، تصير استراحة اسرع فيها صمون وفلافل وتتغدى وتتعشى واكل وشرب. فالمهم الناس استراحينا وخذينا ريلاكس وشربنا واكلنا. جوز قلنا بعد ماكو اكل بالغابة. المهم احنا محضرين بالجنطة اكل وشرب. شفت انا يعني عوائل واطفال، هواية يعني العالم تهريب حلو. فانا ما انصح واحد يطلع، لان انا الشيء جربته. المهم خلينا نكمل القصة. المهم وصلنا، وصلنا للأدرنة، الحدود المحرمة بين تركيا وبلغاريا. هاي بعد هنا ما وصلنا، يعني لازم يعني تمشي مسافة
يعني ضد تتمشى. المهم نزلونا احنا تمشينا ورا الريبر افغاني لا انا افتهم من عنده ولا يفتهم من عندي. المهم ويانا مصريين. يا رجاله عايزك اجي لك بايطاليا ما دشيني. هو هذا الفت فقر هذا المصري طبعا. بس قال راح اجي لك ايطاليا. ما صارت الرحله فشلنا رجعنا. المهم ظلينا بالسياج. بتنا يوم يومين صارت باردة. يعني البرد قاسي كلش يعني بحيث انا ما اقدر انام من ورا البرد. رجلي طعبوقه صارت. فيعني الزلم ما عليها العتب. رجعوا ياهم الزلم المصريين ابشركم رجعوا ما تحملوا. رجعوا ظلينا الافغان واحنا الولد العراقيين اثنين وانا ثلاثه. قلنا انا عمي ترى والله ما اتحمل له برد. قال اوكي باكر ان شاء الله نتوكل بالله. المصريين رجعوا بعد ما ادري صار بيهم. ماتوا عاشوا كلوا ما اعرف. المهم ابو احمد شيل غريضاتك ورا الريبر وين ما يروح ورا ظهره انا لازم مو اوكي. فخلونا جبل كلش عالي. سطرنا احنا انتظرنا هاي هم من بعيد اشوفهم خوش الجقاره حاطها منه عودك لا يبين الدخان. اذا اريد يعني يسحب ويذب هيك يعني جو حتى لا يبين دخان. يعني انا تعلمت اشياء ما متعلمها. تخيل مثل تهريب جدا استمتعت. بيقولوا شلون شباب صح تأذيت مغامرة. يعني شلون الفيلم صار. اسولف لكم الفيلم تدللون شباب. فالمهم لا حد يحكي الجقاره واحد كذا هيك مثل تاكل ما تذب الشيء. اذا حتى لو تذبه مثل قوطيه ذبيته اكو ورق تصير بالغابه البلغاريه. ورق هواي يعني شلون الخريف. شايف الخريف يطيح الورق. في هذا الورق تاخذه وتطم القوطيه او الشبس. اوكي حتى لا مثل لا يجي جندي يشوف هذا المكان منو هذا يتراقبون. فهمتوا ان شاء الله توصل الفكره. قالوا كمان ثورة هم سبوع يعني الافغان فتشية يعني قويين الى درجة. متعلمين على الجبال متعلمين على المغامرات متعلمين على كل شيء. يعني ما شاء الله عليهم. المهم هو هذا واحد صعد وانا قلت الا الثاني واصعد ورا لابس اتذكر جفوف. واصعد هو تشلب بالشرك مال السياج البلغاري. وانا يعني خايف شباب. المهم صعدت وباوع على كل القاع. الله احترقني 3 متر. المهم لابس انا الجنطه. الله اكبر طحت على جنطتي. يعني لو ما الجنطه انا لو رجلي خدرانه لو ظهري انكسر. المهم طحت على الجنطه وباوع لك غرفه صغيرونه بها واحد اسمه عراقي اسمه هاشم. قلت له هاشم اركض هذا واحد هنا بالغرفه. هو هاشم يعني ذكي. شافه يقول لك ما يطرقع على فتك ولا هذا شو مخلين كمين شباب. مخلين لعابه وعلوات لعابه عبالك حارس. كأنه حارس بس هو كذب لعابه شباب. المهم قال نعل على يومك احمد خوفتني. المهم وباوع لك ورا والقاهم كلهم وجوا سباع. هذولي خلصت يعني مهمتهم. هم 3 ريبرين 2 على السياج وظل واحد ويانا واخو. فمشينا معاناة والجبال. انقس جبال بالعالم جبال بلغاريا او بين قوسين غابات بلغاريا. يعني بحيث اصعب شيء اجالي من هذول العوادين مال الشجر بوحده بعيني ومدري شو صعود ونزول. يعني هيك جبال صعود نزول ماكو شيء مش نساوي هيك ماكو. المهم عدينا منطقة الحضر عدينا كل شيء جاهدنا وتعبنا ومشينا وحضنا. تقريبا ظلينا هيك 4 أيام 5 يعني نقول تقريبا اسبوع. اوكي بعد هذه المعاناة والتعب طبعا مع الاسف والاكل خلصنا والشرب قلنا بعد عليه من وصلنا. واشوف لك يعني نهر جاري كلش قوي. هذا النهر شباب هذا هنا نهر اوكي. جبل كلش عالي هيك يعني تمام. اذا واحد يمشي هيك يمشي صفح يعني باقل حركه ويسلم لي يا امداد انت ميت. يعني عدينا مراحل كل صعبه بحياتنا. بس الحمد لله والشكر طبعا لو
يعني كل شيء تيسير من رب العالمين. جوز الله سبحانه وتعالى يعني كاتب لي اروح وارجع سالم. جوز اكو عالم تروح تنفقد طبعا جثتهم، لا يعرفون لا جثتهم لا جثتهم شنو، لا جثتهم لا همام. الحمد لله والشكر، انا لو الله واهل البيت وياي انا ما جاي هسه، رجعت للعراق وصوركم هذا الفيديو، والحمد لله والشكر على كل حال. شباب هذا النهر هو هذا كان سبب رجوعنا، لقينا نهر اوكي. هذا النهر ما يعني جاري كلش قوي ما قدرنا نعبر به، تمام. فالمهرب قال انا راح اعبر، فالمهم كض نقالاته كض هذا ونزع بنطلونه خلان هيك جاي يعبر يعني ما يدري انه بالنص غميج وطاح النقالات هنا. ايسنا احنا ضاعت الخريطه مالته، هو يمشي على الجي بي اس كله نقاط وهاي على الجي بي اس. بهذني ورجع هو قال انا بعد ما اقدر اكملكم، ما اقدر. قال راح نرجع لاسطنبول. قلت لا يعني هذا التعب كله والمعاناة ترجع لاسطنبول شنو هاي؟ المهم شباب اقول لك ولا لي رجعنا للسياج التركي. خلنا نسولفكم هنا. السياج التركي هو هذا الاذان شباب. يعني انتم بداية المهمة مالتنا السياج سهلة، عبرنا درج عندنا نظفر. احنا هنا ما عندنا درج. انت هنا لو بالهدف لو بالنجف لو تبقى يكضونك الشرطة البلغاريين، يشلحون ملابسك او ينزعون ملابسك بالمصطلح العراقي ويقتلونك ويذبونك او تنجرح وتعبر. انا عندي جنطة هالكبر، ضحيت بجنطتي، ضحيت بقمصلتي، ما ادري هنا الان فد مطي حاط الفلوس والبطاقه مال الدوليه مال الكورونا كل شيء هنا. المهم نزعت لك القمصله، ابو حموي دز على القمصله راح امثلكم. فهنا لبيت القمصله على السياج، فالقمصه صارت هيش تشلبك على السياج، السياج عالي، الجنطه اشمرها هيك وتز. تخيلوا شباب وي يعني ثقيله حيل. المهم قلت العب ابو الجنطه خلنا لا يجون الشرطه ويقتلوني. المهم الافغان يا اخي شنو هذول الافغان؟ مستحيل داير وجهي هيك واباوع كلها عبرت، بس احنا العراقيين ما عبرنا. تخيلوا النوب عبره ولا زلغه، شلون ما ندري، شلون ما انزلق وين ادري. فالمهم شباب صاحبي عبر طقاه هنا، الثاني عبر طقاه هنا، والحمد لله والشكر انا عبرت. عبالكم ما تأذيت؟ لا عبرت. يا الله ويا ام البنين يا علي ختمت الانبياء كلها والمرسلين، حتى القران ختمته. يا الله قلت بعد شباب، قلت بعد نعم لو اموت لو اعيش. يا الله يا علي واصعدك على السياج وباوع لك الدنيا هيك تاخذ من ورا، وباوع ايدي عباره عن دم يعني حمار ايدي، وباوع للقاع وباوع لك ورا. اجوا الشرطه مسافه 100 متر يعني هيك ملثمين. قلت يا الله وين اروح؟ المهم سوى الافغاني حط الجنب قال كام الله اكبر. طلعت بطني بالعفو الله اكبر. طحت على الجناط، واشوف لك الدنيا دارت علي والدنيا صارت سودة. اسمع تعال قام حمود كمان قام وهيك ما احس انا نايم، بس احس ان واحد جاب لي كمي من ايدي وامشي وواحد يزرقني برادي وذاك ماي. قعدت مشينا والقوا لك نهر جوره كلش قوي، بس يعني مساحته 50 متر. قلت يا الله اباوع لك ايدي كلها دم. قلت خلنا نعبر. عبرت بعد عبر اعوج الماي يدفع كلش قوي. اقوى شيء بالعالم هو الماي، يعني الماء ما تنكسر، الماي يكسرها. مو الحمد لله والشكر تعديت. قعدت هيك وجهي صار اصفر، صرت هيكل عظمي يعني شعرايه واموت. تخيلوا شباب شعرايه واموت، والحمد لله والشكر على كل حال. بعد برد لقيت جواريب يعني لبست ايدي بالجواريب لبستهن اوكي. جماعتي
واحد طقوا هنا وهاي عالجوهم الافغان وهاي مشينا احنا قلنا حرامات يعني هذا التعب كله. قلت لهم بعد انا ما ابي الحين رجعوني راح اموت رجعوني للعراق. المهم مشينا لقينا منابيع مال ماي شربنا ماي بالحدود مشينا منا للناصرية او للسماوة. فوصلنا للأدرنة يعني بين الحدود بلغاريا تركيا. فهذا المهرب يعني الافغان كل شيء ما سوى طبعا فاشل بس هاي شلون نجح بيها. فهم كله هناك مافيات كله عصابات خابر ماشي يحكي وجوا لك السيارات. شو انا فيني سويت روحي عجبك انا فيلم هندي سويت روحي طايح مريض تعبان وهاي علموشيني لا يخلوني بالسيارة الواحد فوق الثاني. جابوا لي سيارة خاصة شلوني جابوا لي سيارة خاصة انا والعراقيين تخيلوا. بس على الفقر رجعنا التركية. المهم جابوا السيارات صعدنا وعبرونا تخيلوا عبرونا الحدود التركية بدون ما يوقفونا بدون ما يكضونا. يعني هنا اذا كضونا بالادرنة احنا تهريب يطقونا منع يرجعونا للعراق. والحمد لله وشكر رجعنا لاسطنبول. صديقي باوع علي هيك لا ما يتفد واحد يتبسز وما تاخذ حكي. قلت له ضغط وقامت الشتامه وعياره قلت له خويا بعد شو نسوي ما تقول لي. والحمد لله وشكر على كل حال. انا هدفي بهذا المقطع ان يعني تستفادون بهذا الفيديو ونصيحة من عندي لكم لا حد يطلع تهريب. ترى اقول لكم صح الحياة مجازفة بس لا تجازف بلطلطة جازف بشيء يعني مقنع. يعني اوروبا صح يعني هنا طلعنا مستقبل طلعنا نكون حياة نريد نطور روحنا نتعلم لغة وكثر من الامور. بعد ما اعرف كل واحد براسه هدف يطلع. بس انا اقول لك الواحد اذا براسه شيء غلط هذا ما ينجح. فبحيل الله توفيق الجميع. فنصيحتي من عندي لكم لحد يطلع تهريب. فاحنا هم زي ما متنا وحتى لو تريد تطلع انا خوف هسه اقول لك لا اطلع تاخذ حكي هذا شنو هذا في مال لا تطلع بالشتاء اطلع بالصيف. ودير بالك على نفسك من تطلع وصور سبع. ونصيحتي الأخيرة أنتم كما مجربين التهريب لا تجربونه. أوكي أكو عالم تحاول مرة ومرتين وثلاثة وعشرة يلا يعبرون. أنا لا محاولة واحدة وصلت شبه وصلت بس ما عبرت. الحمد لله والشكر على كل حال. كان هدفي بالمقطع يعني توعية فقط وحتى تستمتعون بالقصة وياي. هجرتي العراق لأوروبا والحمد لله. كان وياكم محمد اتريمبو موهبتي العاب خفة يد. ان شاء الله راح انزلكم محتوى راقي بالقناة واركم دعمكم واشتراكاتكم ولايكاتكم وتعليقكم والشير اهم شيء على مود نستمر بالقناة. وتحياتي لكم. كان وياكم محمد اتريمبو بعد الف سلامة. سي يو.